قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حال بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في أواخر عمره وآخر حياته عليه الصلاة والسلام. قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. ما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد أي يأكله إنسان، ما في البيت شيء إلا شطر شعير في رف لي. الرف جانب من البيت يعمل فيه لوح أو خشبة أو نحو ذلك، يرفع عليها الغذاء أو المتاع أو نحو ذلك. فكان عندها شطر شعير، ومعنى شطر شعير أي قليل من الشعير. هذا الطعام الموجود في البيت، ليس فيه شيء آخر، لأنها تقول: ما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، ليس في بيتها شيء يؤكل إلا شطر شعير. توفي عليه الصلاة والسلام وبيته هذا حاله في الطعام، هذا حاله في الطعام، ما فيه إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. حتى طال علي. القليل يبارك فيه، القليل يبارك فيه، ولا سيما مع عدم كيله. سبحان الله، الكيل يفني الطعام والغذاء. إذا جاء الإنسان ونظر في الطعام الذي عنده وأخذ يزنه، هذا يكفي لليوم وهذا غدا وهذا الأسبوع القادم وهذا يكفينا 6 أيام، إذا كاله يفنى بالكيل. وإذا صار يأخذ منه بدون كيل يبارك الله فيه. ولا بد أن يؤمن الإنسان بالبركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في غذائه وفي طعامه وفي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. تقول رضي الله عنها: فأكلت منه حتى طال علي. شطر قليل من الشعير حتى طال عليه زمان وأنا آكل منه. تقول: فكلته ففني. كلته يعني جئت يوم أخذت أنظر كم بقي وكم يكفي، هذا معنى كلته ففني. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعدم النظر إليها، وفيها استحباب عدم كيل القوت توكلا على الله وثقة به، فإن تكثير الطعام القليل من أسرار الله الخفية. ولا يخالف هذا الحديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال الحافظ: الكيل عند المبايعة محبوب من أجل تعلق حق المتبايعين، وأما الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح، فلذا كره. قال: وفيه استحباب عدم كيل القوت توكلا. استحباب عدم كيل القوت، قوت أي طعامك الذي في البيت. لا يأتي الإنسان وينظر كم بقي في مثلا كيس الأرز ويرفعه وينظر هل يكفي يوم أو يومين، يأخذ منه كل محتاج، يأخذ منه ولا يكيل ولا ينظر، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب البركة وتكثير الطعام. وأما الكيل عند البيع والشراء والتدقيق في الكيل فهذا مطلوب. لماذا؟ لأنها تتعلق به حقوق، والواجب فيما يتعلق بحقوق العباد أن تستوفى لهم ولا ينقص منها. فيما يتعلق بكيل الطعام لبيعه يجب أن يدقق الإنسان ويزن بشكل دقيق، لا ينقص ولا يزيد إلا إن زاد إحسانا، لكنه يراعي الدقة في ذلك.
فإذا عند البيع والشراء هذا مطلوب، الكيل عند البيع والشراء هذا مطلوب. أما عند الطعام وقوت الإنسان لا يكيل ما عنده ولا يسأل أهله كم بقي من كذا وكم بقي من كذا، انظروا إلى كذا كم بقي، هذا لا يبحثه الإنسان مع أهله، ولا أيضا ينبغي لأهله أن ينظروا في هذا ويقايسوا، بل يأخذ من الطعام وراجين من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيه. نعم.